السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله بنكمل الكورس بتاعنا، وقبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة لازم هناخد مقدمة بسيطة عن اللي اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت. طبعا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وفهمنا إيه هي الداتا سنتر، وفهمنا المحتوى الخاص بكل داتا سنتر، وفهمنا ان هي عباره عن مبنى فيزيكال، والمبنى الفيزيكال ده بيبقى فيه عباره عن مجموعه من السيرفرات، وان كل سيرفر بيبقى فيه الريكويرمنت بتاعته. زي ما اتفقنا قبل كده ان السيرفر بيكون عباره عن سي بي يو، وعباره عن رام، وعباره عن ستورج، وعباره عن نتورك. واتفقنا كمان ان كل دول بيكونوا في مبنى كامل، والمبنى ده بتبقى مسؤوله عنه الشركه مسؤوليه كامله بتفاصيله بكل الديتيلز بتاعته، بكل الاكتيفيتي، وخصوصا الاصلاحات او لو في اي مشاكل الشركه بتبقى مسؤوله مسؤوليه كامله عن الداتا سنتر دي. ومن هنا فهمنا ورحنا لمحتوى الكلاود بتاعنا، وفهمنا ان الكلاود عباره عن داتا سنتر فعليا موجوده جوه ارض الواقع، وان الداتا سنتر دي فيها ريسورسز كتير احنا محتاجين نستغلها، فقمنا مأجرينها لشركات تانية. والشركات اللي شغاله في نظام الكلاود حاليا هي زي ما احنا عارفين مايكروسوفت وازور وجوجل. حلو الكلام. وكمان عرفنا فوائد الكلاود، وان الكلاود حلت لنا مشاكل كتير زي هالك الريسورسز اللي بيحصل عندنا، وزي المشاكل الكتير اللي بتحصل لو انا عايز ازود في امكانيات الريسورسز او السيرفرات بتاعتي والتايم اللي احنا كنا بنضيعه، واستعرضناها باستفاضه في الحلقات اللي فاتت. كمان من الحاجات اللي احنا عرفناها ايه هي انواع الكلاود، وفهمنا ان في ثلاث انواع من الكلاود اللي هم البرايفت والبابليك وكمان الهايبرد، وفهمنا الفرق ما بين كل واحد فيهم واستعرضناه في فيديو الكلاود موديلز. وكمان اهم حاجه عرفناها ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الكلاود، وفهمنا منها ان في عندنا اكتر من خدمه: الاي اس واللي هي انفراستراكشر از سيرفيس، وفهمنا كمان الباس واللي هي بلاتفورم از سيرفيس، واهم حاجه فهمنا فيها الساس اللي هي سبسكريبشن از سيرفيس. طبعا حلقة النهاردة بنكمل بقى على المحتوى اللي فات، وخصوصا ان احنا كنا وقفنا عند فكرة السبسكريبشن او الاشتراكات، وده يعتبر المدخل الرئيسي بتاعنا الخاص بالفيرتشوال ماشين، ونبدأ بقى نشتغل عملي في الكلاود بتاعنا بعد الفترة او المحاضرات النظري اللي استعرضناها الفترة اللي فاتت. طيب زي ما احنا عارفين احنا لسه شغالين في موديول 2، واللي هو اتكلمنا فيه وبدأناه الحلقة اللي فاتت عن طريق الريسورسز اركتكتشر، وازاي عملية بناء الداتا سنتر واماكن تواجد مايكروسوفت داتا سنتر. النهارده بنكمل على الريسورسز جوه الداتا سنتر او تنظيم الريسورسز جوه الداتا سنتر. بمعنى ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الداتا سنتر عبارة عن مجموعة من المباني وفيها مجموعة من السيرفرات. دلوقتي الريسورسز جوه اللي هي جوه الداتا سنتر زي مثلا السيرفرات، السي بي يو او الرام الخاص بكل سيرفر، الريسورسز دي ازاي بتتقسم او ازاي بيتعمل لها هاندل جوه مايكروسوفت كلاود. وده تكمله موديول 2. بعد ما فهمنا الاركتكتشر محتاجين نفهم اكتر المحتوى بتاع السبسكريبشن او محتوى الريسورسز جوه مايكروسوفت كلاود. طيب النهارده هنتكلم في اكتر من حاجه. اول حاجه ريسورس اورجانيزيشن، عمليه تنظيم الريسورسز جوه مايكروسوفت كلاود، وازاي بيتم هاندل الحاجات دي جوه الاكونت بتاع مايكروسوفت كلاود. تاني حاجه الهيراركي تبع الريسورسز، بمعنى البوليسي والاكسس بيتعمل ازاي او بيتوزع ازاي على الريسورسز. واهم حاجه مصطلح الكمبيوت، وده لا يكون مدخلينا للفي ام ماشين او نفهم بقى العمل بتاع الكلاود. واخيرا الازور كومبيوت اوبشن، ايه هي الخيارات اللي بيديها لي الازور كومبيوت اوبشن علشان يقدر يكون عندنا باك جراوند كويسه قبل ما نخش في تطبيق العمل. كده يبقى خلاص يعتبر مدخل لينا النهارده الازور ريسورس اورجانيزيشن. عايزين نفهم بقى طبيعه الازور ازاي بتكون شغاله. قبل ما نتكلم في اي حاجه احنا لازم نتفق او اتفقنا قبل كده في المحاضره بتاعه الكوست ان الازور كلاود في النهايه هو عباره عن سبسكريبشن او اشتراك، انا بروح ادفع مقابل لفلوس جوه مايكروسوفت علشان اقدر اخد الخدمات بتاعتها. وشبهنا فكره الكلاود بانها عباره عن فكره زي نتفليكس، ان انا في نتفليكس بروح اعمل ايه؟ بروح ادفع قيمه الاشتراك وبستخدم الخدمات بتاعت نتفليكس لمده شهر او مده 3 شهور او مده 6 شهور بناء على المده الزمنيه اللي انا حابب استخدمها. ومن هناك فهمنا فكره او مصطلح البي از يو جو، ان انا بروح ادفع فقط على الوقت الاستخدام الفعلي للريسورسز بتاعتي. طيب السؤال المهم هنا، ايه هي الازور اورجانيزيشن او ازاي التمثيل البنائي بتاعها بيكون عامل؟ الازور اورجانيزيشن بتبقى عباره عن مانجمنت جروب وسبسكريبشن، وتحتها ريسورس جروب، وتحتها ريسورسز.
طيب معنى ايه الكلام؟ خلينا ناخدها واحده واحده من تحت علشان نفهم الاورجانيزيشن بتاعه الريسورس ديت بتبقى عامله ازاي. اول حاجه هنبدا بالريسورس. زي ما اتكلمنا قبل كده ان الازور عباره عن مجموعه من الريسورسز، وان الداتا سنتر عباره عن مجموعه من الريسورسز انا مش محتاجها وبروح اجرها الناس محتاجين الريسورسز دي. طيب ايه الريسورسز اللي موجوده عندي في الكلاود؟ طبعا عندي الفيرتشوال ماشين، عندي ستورج، عندي شير فولدر، عندي ان انا اقدر اخد ويب سيرفيس بس، اقدر اخد مجموعه من الكونتينرز بس. ففي النهايه الريسورسز بتبقى مختلفه جدا وكبيره جدا وكتيره جدا جوه الكلاود. فانا بختار بناء على احتياجات الشركه بتاعتي اللي عايزه تستخدم الريسورسز دي. يبقى في النهايه انا اول ليفل بتاعي عندي في المايكروسوفت كلاود اللي هو الريسورسز، لازم افهم ايه هي الريسورسز. وزي ما احنا اتكلمنا ان الريسورسز عباره عن مجموعه من الموارد موجوده كانت موجوده عندي في الداتا سنتر، فانا بروح استغلها ونقلتها الكلاود عشان تقدر تستخدمها. وده هيودينا لحته تانية. طيب الريسورسز ديت انا ما اقدرش اروح جوه الكلاود واقول مثلا محمد هياخد في ام، واحمد هياخد في ام، وابراهيم هياخد هياخد ستورج. ففي النهايه لازم اعمل عمليه احتواء او عمليه تنظيم للريسورسز دي، بحيث ان كل سبسكريبشن او كل مشترك يبقى عنده جروب خاص بيه لمجموعه الريسورسز بتاعته. وده اللي هيودينا على النقطه الثانيه اللي هي الريسورسز جروب. طيب الريسورس جروب هنا فايدتها هنا تنظيميه من الدرجه الاولى. ان انا دلوقتي لو انا في الشركه عندي مثلا عندي اكتر من 3 تيمز، او عندي تيم خاص بالبرودكشن وتيم خاص بالديفلوبمنت تيم وتيم خاص بالتستنج، فبدل ما اخلي واحده ماشين واحده ليهم كلهم وكله يخش على نفس الماشين ويحصل لي مشاكل، لا، انا ممكن اقسم الريسورسز بناء على كل متطلبات معينه انا محتاجها. فالريسورسز جروب هنا بتديني افاده ان انا اقدر اعمل زي ما بيقولوا كده كونتينر او فولدر صغير لمجموعه الريسورس اللي انا محتاجها لما اجي ابني الكلاود بتاعي او السوليوشن بتاعي. فعلى سبيل المثال انا هنفترض هنا انا عندي فيرتشوال ماشين خاصه بالتيم بتاع البرودكشن، والتيم بتاع التستنج عنده فيرتشوال ماشين. هنا مايكروسوفت بتقول لك لازم كل ريسورس تبقى موجوده عندي تكون محطوطه جوه ريسورس جروب او اختصارها ار جي. طب ليه؟ اول حاجه علشان نقدر نتحكم في عمليه الاكسس. دلوقتي كل ماشين ممكن هيكون معاها نتورك، هيكون معاها ستورج خاص بيها، هيكون معاها شير فولدر خاصه بيها، من الاخر هيكون معاها ريكوايرمنت خاصه بيها. فانا دلوقتي علشان اقدر اعمل عمليه تحكم كامله، وبدل ما اخش على كل ريسورس من الريسورسز اللي موجوده عندي واروح اضيف الاكسس بتاعي واقول مين يدخل عليها ومين ما يدخلش عليها، في النهايه بقدر اعمل ريسورس جروب تتحكم في مجموعه الريسورسز دي. وبكده اقدر افصل زي ما بيقولوا كده فصل بين السلطات. انا كل تيم هيبقى عنده الجروب بتاعته او الريسورس جروب بتاعته، بحيث يقدر يتحكم في الماشين او الريكويرمنت بتاعته زي ما هو عايز بدون ما ياثر على الناس التانيين. طيب كده معناته ان الريسورس جروب بتديني مجموعة من الاوبشن او مجموعة من الفوائد تقدر تفيدني في الشغل بتاعي. واهمها طبعا اللي احنا ذكرناه من شوية، مبدأ الفصل ما بين السلطات اللي هو الاكسس كنترول. ان انا دلوقتي كل تيم هيكون عنده الريسورس جروب بتاعته وفيها كل ريكويرمنت الماشينز بتاعته، او فيها كل الاستورج او النتورك ريسورسز بتاعته، بدون ما يروح يأثر على التيم التاني. طيب دي حاجة مهمة جدا. طب ايه كمان من الحاجات المهمة؟ دلوقتي لو نتذكر احنا لما جينا اتكلمنا على الداتا سنتر ذكرنا حاجة اسمها الريجن، وعرفنا ان الريجن دي عبارة عن منطقة جغرافية فيها مجموعة من الداتا سنتر اللي بتكمل الكلاود بتاعي. حلو الكلام. فطبيعي لما اجي اعمل ريسورس دلوقتي، لما اجي اروح اعمل اكريت اي ريسورس جديده، لازم هروح اختار اكريتها في اي منطقه او في اي زون انا محتاجها. واتكلمنا في حته الريجن وفهمنا يعني ايه الفرق ما بين الريجن والافيلابيلتي زون. يبقى انا كده اول حاجه عندي الاكسس كنترول الريسورس جروب هتحل لي المشكله. تاني حاجه ان الريسورس بتاعتي كده كده لازم اجباري تكون موجوده جوه ريسورس جروب. دي تالت حاجة ان انا اقدر اتحكم في الريسورس جروب بتاعتي بدون ما يحصل لي مشاكل. فعلى سبيل المثال احنا قلنا دلوقتي احنا عندنا ريسورس جروب خاصة بتيم A. التيم A ده عنده صلاحيات جوه الريسورس جروب بتاعته انه يشيل او يحذف او ينقل الماشين او الريسورس بتاعته، من الاخر يتحكم في الموارد بتاعته بدون ما يروح يتأثر بيه تيم بي اللي عنده ريسورس جروب مختلفه. يبقى انا كده حققت مبدا مهم جدا، الا وهو ان لو في اي اكتيفيتي حصلت على الريسورس جروب الخاصه بتيم ايه،
مش هتروح تعمل لي مشاكل مع تيم بي. وده يعتبر نقطة مهمة جدا في عملية الاكسس كنترول. يبقى في النهاية الريسورس جروب مبدأها الأساس إن هي تعمل عملية فصل ما بين الاكسس لكل تيم، وتخلي كل تيم عنده صلاحيات على الموارد أو الريسورسز بتاعته بدون ما يروح يأثر على التيمز التانية أو الفرق التانية المختلفة. طيب كده معناته احنا هنروح لحاجة تانية. يبقى فهمنا دلوقتي الريسورسز وبعدين اتنقلنا على المرحلة الأعلى اللي هي ريسورس جروب، كده هنروح للمرحلة الأكبر اللي هي السبسكريبشن. طيب ايه هنا فايدة السبسكريبشن؟ السبسكريبشن لو هناخدها بالفايدة الأساسية بتاعتها اللي احنا اتكلمنا فيها وضربنا المثل بتاعت نتفليكس، ان انا هيكون عندي اقدر اتحكم فيه. اول حاجة الفاتورة بتاعتي، ان انا دلوقتي مش احنا اتفقنا ان كل حاجة بتدفع لها فلوس في الكلاود عندي. يبقى اول حاجة هنا السبسكريبشن يقدر ادتني اوبشن ان هو بيسميه البيلنج باوندري، ان انا اقدر اتحكم في عمليه الدفع بتاعتي. ده معناته ان انا اقدر يكون عندي جوه الاكونت بتاع مايكروسوفت كلاود اكتر من سبسكريبشن. دي في حاله الشركات الكبيره، طبعا هنتعرض للمواضيع دي ليتر اون. بس هنا دلوقتي هل السبسكريبشن في الاكونت بتاع مايكروسوفت ممكن يكون موجود اكتر من سبسكريبشن؟ فايدتها ان انا لو عندي شركه كبيره والشركه لها فروع، فممكن اعمل سبسكريبشن لكل فرع او سبسكريبشن لكل اداره، بحيث ان انا اقدر اتحكم في عمليه الفواتير. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا. الحاجه الثانيه الاكسس كنترول. احنا اتكلمنا من شويه ان الريسورس جروب بتقدر تديني الاوبشن ان انا اقدر اتحكم مين اللي ياخد اكسس على مجموعه من الريسورسز. طيب دي احنا من شويه بنقول ايه بين التيمز وبعضها. طب انا دلوقتي لو عندي ادارات كبيره او الشركه لها فروع كبيره، في الحاله دي موضوع الريسورس جروب مش هتبقى تجربه عمليه. الصح هنا بنعمل ايه بقى؟ الاكونت الاساسي بتاعي، الاكونت اللي انا اخدته من مايكروسوفت، بقدر احط تحته تو سبسكريبشن، سبسكريبشن 1 وسبسكريبشن 2. في الحاله ديت كل سبسكريبشن هيكون ليه الاكسس والكنترول والبرميشن بتاعته. فالسبسكريبشن بتاع الفرع ألف مش هيكون ليه أي علاقة بالسبسكريبشن بتاع الفرع ب. دي أول نقطة. تاني نقطة هحقق الحاجة المهمة اللي أنا عايز أفهمها، إن أنا أقدر أفصل الفواتير بتاعة كل فرع، بدل ما الاستخدام يكون شامل لكل الناس وبدل ما الاستخدام يتحسب على كل مرة واحدة. ممكن في فرع استخداماته أقل من فرع تانية أو فرع للشركة أقل من شركة تانية، يبقى في الحالة ديت أنا بعمل سبسكريبشن مخصص لكل فرع من الفروع عندي، بحيث أقدر أتحكم في البيلنج بتاعتي أو عملية دفع الفواتير بتاعتي. وبكده قدرنا نفهم ايه هي الريسورس اورجانيزيشن وتقسيمه الريسورسز جوه السبسكريبشن الخاص بموقع مايكروسوفت كلاود. انا عارف ان الناس هتقلق هنا، بس ما تقلقوش، الحاجات دي هتبان تباعا في التطبيق العملي والفيديوهات الجايه. طيب كده فهمنا حته الريسورس اورجانيزيشن. البارت الثاني بتاعنا الريسورس هيراركي. حلو. الريسورس هيراركي هنا بتتكلم عن مبدأ البوليسي والاكسس، ازاي هيتم وازاي هيشتغل جوه مايكروسوفت كلاود. فهمنا من مرحله الريسورس اورجانيزيشن خلاص عندي الريسورسز، والريسورسز عباره عن في ام او اب سيرفيس او ويب سيرفيس او ستورج سيرفيس ايا كان نوعها ايه. والريسورسز دي زي ما اتفقنا ان هي لازم تكون متقسمه جوه ريسورس جروب علشان اقدر اتحكم في الاكسس بتاعي. وكمان كل ريسورس جروب يقدر يكون جوه السبسكريبشن اللي هي جوه الاكونت بتاعي جوه مايكروسوفت كلاود. وفهمنا كمان ان احنا نقدر يكون عندنا اكتر من سبسكريبشن لو انا شركه كبيره وعايز اقسم الخدمات او السبسكريبشن بتاعتي على اكتر من فرع. حلو الكلام. طيب البوليسي هنا او الاكسس بيتم ازاي؟ البوليسي هنا او الاكسس بيتم عن طريق اوبشن او خيار اسمه البيرنت تشايلد. بمعنى انا لو جيت مثلا الشخص اسمه محمد، جيت واعطيته صلاحيات على السبسكريبشن الخاصه بفرع الشركه الف، كده محمد هياخد صلاحياته باتباعا على كل ريسورس جروب اللي موجوده وكل الريسورسز اللي موجوده، لانه خد على البيرنت الاساسي اللي هي السبسكريبشن. طيب لو جه محمد، جه شخص تاني اسمه احمد واديت له على ريسورس جروب، هنا لو انا نفترض عندي تو ريسورس جروب الف A او B. طيب دلوقتي لو احمد جيته انا اديته على ريسورس جروب A، هو هياخد فقط على كل الصلاحيات او هتكون على جوه ريسورسز A بتاعته اللي هي كل الموارد اللي موجوده جوه جروب A. طيب هنفترض احمد حاول يروح على ريسورس جروب B ويعمل عليها تعديلات، هنا هيجي له ريفوك اكسس لان الاكسس اللي احنا عملناه بناء على ريسورس جروب. طيب محمد، هل محمد هنا عنده صلاحيه انه يخش على جروب الف وبي؟ ايوه. ليه؟ لانه خد اكسس على السبسكريبشن الاساسي بتاع الشركه كلها، فعنده الصلاحيه ان هو يلعب او يشتغل على كل الجروبس اللي موجوده.
يبقى هنا فهمنا مصطلحين مهمين جدا، الريسورس اورجانيزيشن وتقسيمه الاكونت بتاعتنا، وفهمنا الريسورس هيراركي وازاي البوليسي بيتم يتعمل لها وراثه سواء من البيرنت او التشايلد اللي تحته. وبكده فهمنا فكره الريسورسز، ونقدر نكمل على الريسورس كومبيوتنج كونسبت او الازور كومبيوت كونسبت. خلينا نتفق ودايما نحطها في اعتبارنا ان اي حاجه ليها علاقه بالفيرتشوال ماشين بالفيرتشوال ماشين او الداتا سنتر اللي احنا بنشتغل عليها، زي الديسك او البروسيسور او النتورك او الميموري، دي كلها حاجات بنسميها كومبيوتنج سيرفيس. بمعنى ايه؟ هنفترض ان احنا دلوقتي عندنا العربيه بيبقى فيها جوه موتور، بيبقى فيها مثلا منطقه الزيت او الحاجه اللي بتشغل الزيت او بتسخن الزيت او المروحه او دي في النهايه السيرفيس اللي بتخلي او الخدمات اللي بتخلي العربيه تشتغل. نفس الفكره هنا، الفيرتشوال ماشين بيبقى عباره عن مجموعه من السيرفيس بسميها كومبيوت سيرفيس، زي الديسك وزي البروسيسور وزي الميموري وزي النتورك، ان هي اللي تقدر تخلي الماشين بتاعتنا تشتغل. ومن الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نفهمها الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. طبعا كلنا عارفين ويندوز وعندنا لينكس وفي ناس اشتغلت على لينكس وماك. في النهاية الفيرتشوال ماشين او الماشين بتاعتي يبقى ليها مكونات او سيرفيس هي اللي بتشغلها. الديسك تعتبر واحدة منهم، والبروسيسور والميموري والنتورك والاوبريتنج سيستم. حلو الكلام. طيب ده هيفكرنا بايه؟ اوبريتنج سيستم والميموري والسي بي يو والستورج بتبقى عباره عن الكمبيوتنج سيرفيس الخاصه بالفيرتشوال ماشين بتاعتنا. وده هيودينا لحاجه اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الاي اس، الانفراستراكشر از سيرفيس، ان هي الفيرتشوال ماشين تعتبر واحده من الخدمات اللي بتقدمها الكلاود. وكمان هنروح على نقطه اللي هي الباس. طيب احنا ليه ذكرنا الحاجات دي دلوقتي؟ احنا قلنا احدى المشاكل اللي بتقابل الشركات ان هو عمليه التحكم في الموارد، ان هو دلوقتي عنده ريسورسز كتير او عنده هاردوير كتير، هو شايف ان هو ما عادش محتاج يتحكم في الحاجات دي كلها. من الحاجات اللي لازم نفهمها ان في الاي اس، او لو انا كشركه رحت خدت خدمه الاي اس اللي هي انفراستراكشر از سيرفيس، ان انا هيكون ان انا لازم اتحكم في الاوبريتنج سيستم. والناس اللي اشتغلت على ويندوز طبعا في ابديتس وفي باتشنج وفي تحديثات بتيجي على الانظمه، فدي الشركه هي اللي هتكون مسؤوله عنها مش الكلاود اونر او الكلاود فيندور. نفس الحكايه الميموري لو حصل فيها مشكله السي بي يو والستورج. طيب والباس هنا احنا اتكلمنا عنه في الكلاود سيرفيس، وفهمنا ان الباس بلاتفورم از سيرفيس. دلوقتي انا واحد بشتغل على داتابيز، انا مش محتاج اروح اشغل دماغي باوبريتنج سيستم ولا اشغل دماغي بالاستورج عامله ازاي. انا كل اللي يهمني ان انا اخد السيرفيس مثلا بتاعه الداتابيز او اخد السيرفيس بتاعه الويب. السؤال المهم هنا بقى، على اي اساس اروح اي اس او باس؟ في ناس هتفكر طب انا محتاج اشيل الهيدك من على دماغي، انا مش محتاج دلوقتي ان انا اروح الخم نفسي في التحديثات بتاعه الاوبريتنج سيستم، او الخم نفسي الميموري حصل فيها مشكله محتاج ازودها ولا مش محتاج ازودها. ممكن اروح على طول اخد السيرفيس اللي انا عايزها زي الويب وزي الداتابيز. السؤال هنا ملوش اجابه صريحه اللي هو لا لازم تروح اياس ولازم تروح باس. ليه؟ لان في اعتبارات فنيه كتير لازم ناخدها في الحسبان. طيب ايه بقى الاعتبارات الفنية اللي احنا محتاجين ناخدها في الحسبان؟ زي ما اتفقنا او اتكلمنا من شوية، ان على اي اساس ان انا هختار اروح اي اس وعلى اي اساس هختار اروح باس. في ناس هتيجي تقول لك لا انت دلوقتي كشركة روح خد لك الفيرتشوال ماشين وتحكم انت في كل حاجة وما تخليش الكلاود يتحكم في حاجة. في ناس ثانيه هتقول لك لا انت محتاج موقع ليه هتروح تشغل دماغك بالسوفت وير او بالاوبريتنج سيستم او بالرام فيها قد ايه او الاستورج فيها قد ايه او تزود او تنقص. هنا مفيش إجابة صحيحة ده صح وده صح. في النهاية اللي بيحكمني احتياجات ومتطلبات الشركة للسيستم اللي هي عايزة تبنيه. بمعنى هنفترض دلوقتي انا دلوقتي جميع الشركات الكبيره ما تقدرش تقول لها تروحي خدي ويب سيرفيس وسيبي الباقي انا وخلي الكلاود يتحكم في كل حاجه باقيه. لا هي تقول لك لا انا محتاج يكون مجموعه الفيرتشوال ماشين انا عندي، لان انا محتاج ابني الويب سيرفيس بتاعتي بالطريقه اللي تريحني. في الشركات الصغيره والمتوسطه هتيجي تقول لك لا هو موقع وبيخدم على مجموعه من المستخدمين 1000 مستخدم او 2000 مستخدم، خلاص انا اروح اخد الاب سيرفيس. زي ما قلت قبل كده او اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان اللي بيتحكم في العمليه دي كلها متطلبات واحتياجات العميل، هو عايز ايه وايه المسؤوليات اللي ممكن تيجي عليه وايه المسؤوليات اللي هو مش محتاج
ياخدها. وبرضو من الحاجات اللي بتحتاج ان احنا نفكر فيها موضوع الكوست، زي ما اتكلمنا قبل كده وذكرنا في اكتر من فيديو، ان دايما في حاجه بتحكمني في اي عمليه في الاي تي، الكوست من ناحيه البيزنس. الانفراستراكشن طبعا الكوست بتاعها اعلى، بس هل في ليها فوائد اعلى من الباس؟ اه ليها فوائد اعلى من الباس. هنا برضو لو رحنا على البيزنس الكوست بتاع الباس اقل، بس في فوائد، في فوائد من ناحيه المانجمنت ومن ناحيه الريسورسز. في النهايه زي ما قلنا، اللي بيتحكم واللي يقدر يعمل الحاجات دي كلها سيستم كونسلتيشن لما يجي يبني السيستم للشركه بتاعتنا. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. إن شاء الله يكون الفيديو كان خفيف عليكم وفهمنا فكرة الريسورسز وإيه هي الفرق ما بين الريسورس والريسورس جروب، لأن الحاجات دي مهمة جدا لما نيجي نكريت ماشين أو نيجي نشتغل بقى على الريسورسز الفعلية جوه الكلاود. إن شاء الله من الحلقة الجاية هنخش بقى على فكرة الكمبيوتنج ونفهم يعني إيه فيرتشوال ماشين وإزاي نعملها جوه مايكروسوفت كلاود. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو في أي استفسارات بنتظرها منكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وتعملوا شير ولو عندكم أي استفسار بنتظر منكم في التعليقات. شكرا جزيلا لكم.